بنص كيلو دقيق عملتلك 20 قرصة والله بدون لبن، كل حاجة في البيت. يعني بصي مش هتحتاري خالص. شوفوا القوام بتاعها عامل ازاي، شوفوا الفراغات بتاعتها طرية وتحفة، مع شوية شاي هنفطر بيها او في اللانش بوكس للاطفال. يلا بينا، هنسمي الله ونصلي على الرسول، ولايك وشير ومتابعة للصفحة، وندخل في الوصفة بتاعتنا. معايا هنا 4 كوبايات من الدقيق، اي نوع دقيق متعدد الاستخدامات اللي انا بستخدمه ده، جايبه حتى من عند العطار سايب. تمام. حطيتهم هنا كده، عايرته بالكوبايه المعياريه. انت لو عندك اي مج تقدري تشتغلي بيه، لانه نفس الحجم بتاع الكوبايه دي المعياريه. هما ال4 كوبايات بيدوا نص كيلو بالظبط. المهم جدا ان احنا ننخلهم عشان ندخل فيهم هواء، ويبقى ايه العجينه معانا هشه كده وفيها فراغات. تمام. تمام كده زي الفل. نخلتهم اهوت، وهبدأ بقى ان انا اضيف عليهم كده كيس خميرة فورية. انا طبعا مش هعمل الخميرة بتاعتي بره، لان انا بستخدمها بقالي فترة طويلة، وعارفة ايه ان هي نوع نظيف وشغالة كويس. تمام. فانا بحط كله على بعض. حطيت هنا حوالي 3 معالق كبار من السكر، وكمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ومعلقتين كبار من اللبن البودر. تمام. وممكن نستغنى عنه، انا حاطاه بس كده عشان يعزز الطعم، ورشه من الملح. تمام كده. بما انكم بقى بتقولوا لي عايروا الميه، شوفي انت بتعجني بميه قد ايه. انا حطيت كوبايه ونص من الميه، ما احتاجتش تاني خالص. يعني نص كيلو دقيق اخد كوبايه ونص من الميه، وربع كوبايه سمنه على زيت. تقدري تستخدمي زيت بس بدون اي سمنه، بس انا حابه ان انا ايه اغذي اطفالي شويه، واضيف لها حاجات تعزز طعمها. تمام كده. هبدأ بقى ان انا اقلب كل المكونات بتاعتي دي. وهنا خلاص خلصت مرحلة المعلقة. هبدأ ان انا اشتغل بايديا. عندك عجان تقدري تشتغلي بيه، بتعجني بايديكي مفيش مشكلة. تمام كده. هم حبة يعني نص كيلو مش مستاهل ان احنا ايه نطلع عشانه العجان. انا عندي العجان وكل حاجة، بس ايه عشان نسهل على بعضنا الدنيا. تمام كده. تمام كده. العجينة ما شاء الله تحفة، وعجنتها بكل سهولة. هبدأ ان انا ادهن البولة بتاعتي كده اي مادة دهنية، وهحط العجينة بتاعتي عشان ما تلزقش فيها، وهتنها برضو من على الوش ايه اي مادة دهنية عشان ما تقشرش. هغطيها بقى هنا باي غطا محكم، وهسيبها لمدة ساعة. عايزة اقول لكم ان انا المية اللي عجنتي بيها كانت مية دافية عشان احنا في الشتاء، انما لو احنا في الصيف هنعجن من يعني بمية من الحنفية. اختمرت معايا اهيت وبقت زي الفل. شوفوا العجينة ملساء ازاي وتحفة. تقدري بقى تشكلي العجينة هنا زي ما تحبي، تعملها رول وتقطعها لقطع، او تشكلها زي ما انا ما بشكلها كده، تقطعها باي سكينة عندك او بايديكي، مفيش اي مشكلة. بدأت ان انا اشكلها هنا ب يعني ايه الواحدة تكون قد اليوستفندية الصغيرة كده، يعني اكبر من الليمونة شوية. تمام. ادت معايا كام قطعة؟ ادت معايا 20 قطعة. يعني اخر قطعة كانت صغيرة شوية. معلش انا اسفة جدا، جات لي شرقة بس وانا بسجل، فتحس ان انا صوتي اتغير حبة. بدأت ان انا اغطيهم بقى هنا بكيس نضيف يكون بتاع اللبن او اي حاجة، وعليهم كمان فوطة مطبخ. هنبدأ بقى نجهز الحشوة هنا. انا بالنسبة لي كنت عاملاها بالقرفة، فحطيت حوالي نص كوباية سكر كده على معلقتين قرفة كبار، وبدأت ان انا اقلبهم، وبيبقى ده شكله. تقدروا تعملوها سادة، وتقدروا تعملوها بالسكر بس مفيش مشكلة. المادة اللي احنا بقى هنثبت بيها السمسم، معلقتين من عسل الاسود عليهم شوية مية. تمام كده. احنا مع بعض خطوة خطوة اهو. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك وشير ومتابعة للصفحة، بيسعدني جدا تعليقاتكم وكومنتاتكم، يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. تمام كده. حبيت ان انا انقل بس شوية القرفة مع السكر يكونوا في بولة صغيرة كده، عشان ايه تبقى سهل معايا في الاستخدام. هنا جبت اول كورة او اول قطعة عجين انا شكلتها، وبدأت ان انا افردها. مهم جدا ان احنا لما نيجي نفردها من الطروف بس، ونسيب الحتة اللي في النص تكون سميكة شوية. ليه؟ عشان لما نيجي نبططها ما تفتحش معانا، او الحشو اللي فيها ما يخرجش. تمام. عملت واحدة معاكم اهوت. هنبدأ بقى ان احنا نحطها في السائل اللي بالعسل ده، وبعد كده نروح جايين حاطينها في السمسم. عايزه اقول لكم بتاخد كميه حلوه جدا من السمسم. وكمان تقدروا تستغنوا عن خطوه السمسم دي، بس طبعا احنا عايزينها نفس القرص اللي احنا ايه بنشتريها من الفرن. وعايزه اقول لكم الطعم احلى بكتير بكتير يا جماعه. تمام. لانه بره مش هيحطوا لكم فيها سمنه بلدي، او مش هيحطوا لكم فيها اللهم صل على سيدنا محمد لبن بودر. تمام. انا هنا معززه طعمها، فهي طعمها احلى بكتير من اللي بره.
بدات ان انا اعمل معاكم واحده تانية اهوت، عشان لو ما اخدتوش بالكم في الاولانيه حطيت الحشوه كده في النص وبدات ان انا اقفل عليها. عايزه اقول لكم العجينه ملساء معايا وبتتشكل بكل سهوله، يعني مش محتاجه اي مجهود. تمام، المقادير دي مظبوطه 100%. النص كيلو دقيق ده حطيت عليه كوبايه ونص من الميه، ما اخدش مني اي سوائل، وربع كوبايه من السمنه على زيت، يعني معلقتين ومعلقه. تمام، تمام كده زي الفل. حطيتها في الماده السائله اهوت، وهحطها تاني برضو ايه في السمسم. السمسم بتاعي ده انا جايباه من جمله ماركت، وجايباه محمص، محمصتوش ولا اي حاجه. تمام، انت تقدري تجيبيه من عند العطار، ممكن لو هو ابيض انت تحمصيه، لو هو متحمص مفيش اي مشكله يعني. تمام، بدات ان انا ارصهم كده في قلب الصينيه بتاعتي وببطبط عليها كده، يعني ايه حاجه بسيطه. هغطيهم هنا بقى ايه، بوريكم الكميه اهيت. طبعا كنت بغطي كل صينيه عقبال ما اخلص الصينيه التانية. ادوا معايا 20 قرصه بالظبط يا جماعه، حجمهم وسط، لا صغيره قوي ولا كبيره قوي. تمام، تمام كده زي الفل. هبدا بقى ان انا اغطيهم باكياس بلاستيك وبفوطه المطبخ، وهسيبهم لمده ساعه يختمروا. انا بالنسبه لي ولعت الفرن ورحت جايه سايباهم جنب الفرن علشان يعني ايه يرفعوا، والدفى بتاع الفرن يخلوهم يخمروا بسرعه. تمام، تمام كده زي الفل اهو. سبتهم بقى علشان يختمروا، وبقى رحت جايه احطهم في قلب الفرن. طبعا مسخنه الفرن كويس قبل ما ادخلهم. اي مخبوزات معانا يا جماعه لازم بتستوي على نار عاليه، اعلى درجه حراره عندك في الفرن اشتغلي بيها. ده كان شكلها وهي في الفرن اهيت. تمام كده زي الفل. طلعتها بقى، ما بتاخدش وقت خالص، ناخد بالنا عشان ما تتحرقش. كانت على الرف يعني ايه فوق النار بشويه، مش على النار مباشر. تمام، واول لما خدت لون من تحت بدات ان انا افتح لها الشوايه على الهادي. اخدت اللون الجميل التحفه دوت. وطبعا طب ما دام في قرص يبقى في كوبايه شاي حلوه. اول لما طلعتها غطيتها بالفوط علشان ما تنشفش مني، يعني مهم جدا ان احنا نغطيها بالفوط وبالاكياس كمان علشان البخار اللي هيطلع منها يرد لها تاني ويخليها طريه زي ما انتم شايفين كده. شايفين لونها من تحت احمر وجميل ازاي، نفس لونها من فوق وطريه، والمسام بتاعتها هشه كده وحلوه، وطعمها وريحتها قلبت الدنيا. يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم. ما تنسونيش بقى من اللايك والشير والمتابعه للصفحه. كانت معاكم ايمان، واسيبكم في رعايه الله وامنه، مع السلامه. اخدت اللون الجميل التحفه دوت. وطبعا طب ما دام في قرص يبقى في كوبايه شاي حلوه. اول لما طلعتها غطيتها بالفوط علشان ما تنشفش مني، يعني مهم جدا ان احنا نغطيها بالفوط وبالاكياس كمان علشان البخار اللي هيطلع منها يرد لها تاني ويخليها طريه زي ما انتم شايفين كده. شايفين لونها من تحت احمر وجميل ازاي، نفس لونها من فوق وطريه، والمسام بتاعتها هشه كده وحلوه، وطعمها وريحتها قلبت الدنيا.